انضم الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس إيلون ماسك إلى الحملة التي تستهدف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف. جاء ذلك بعد نهاية نزالها في دور 66 كيلوغرام في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، والذي فازت فيه أمام الإيطالية أنجيلا كاريني التي انسحبت بعد 46 ثانية من بداية النزال. وتقاسم ماسك يوم الخميس فاتح غشت مع متابعيه على منصة إكس منشوراً للسباحة الأمريكية رايلي جينز جاء فيه: لا مكان للرجال في الرياضة النسائية، متضامنة مع أنجيلا كاريني. وأرفق ماسك هذا المنشور بكلمة بالتأكيد، تعبيراً منه عن تأييده لرأي رايلي. وبدأت هذه الحملة ضد إيمان قبل بضعة أيام، وبشكل خاص في بعض وسائل الإعلام الأوروبية. ومن جانبه صرح المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية مارك آدمز يوم 30 يوليوز 2024 أن الملاكمتين إيمان خليف والتايوانية لين يوتينغ قد تم السماح لهما بالمشاركة في أولمبياد باريس 2024. وتابع قائلاً: هؤلاء نساء في رياضتهن، ومن المؤكد في هذه الحالة أنهن نساء. وأضاف: جميع المشاركات في الأولمبياد يتبعن قواعد الأهلية. من جانبها ردت اللجنة الأولمبية الجزائرية على هذه الحملة منددة بما اعتبرته هجمات خبيثة وغير أخلاقية. هذا ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي يوم السبت 3 غشت الجاري.